الحلوين. حور صحت هي ورنيم ودخلوا علشان يغسلوا أسنانهم، ويلا بينا هنلبس ونسرح ونحضر اللانش بوكس ونروح المدرسة. رنيم خدها وجع وهي بتغسل وشها علشان خاطر لسه عاملة أسنانها. مش لازم تضحكي. في سن عندي بتقع. في سن عند حور بتقع، ما هياش راضية تخلينا نشيلها بقالها أكتر من 9 أيام. هي سايبة أصلا خالص وشالت من كل الجوانب، بس حور مش راضية تخلينا نشيلها. يلا أول حاجة هنعملها عشان هي اللي بتاخد وقت مننا إن أنا أسرح لكم. لا مش اللانش بوكس، أسرح لكم الأول وبعدين انتوا تلبسوا مع نفسكم عقبال ما أعمل اللانش بوكس. اوكي يلا بينا. قولهم يلا يا أصحابي. تعالوا معانا اما نوريكم. دلوقتي هنشوف هنسرح لمين الأول. نسرح الحور انا الاول ولا نسرح لا انا الاول انا الاول. هي القلعة عشان ايه ده انت سنتك وقعت على الشفايف. الشنطة بتاعت السبلايز ما تتخضيش. اغلبها حور بصي في المراية بتاعت التليفون انت تعرفي ان هي شنطة عشان ما كانتش محطوطة كويس. عرفتي؟ بصي في المراية كده هتلاقي الشنطة اهي. حور خافت. طب اقعدي. مش عارفة انا هسرح ايه بصراحة. ريحة شعرها خليها حلوة. الشامبو الدبانة دي خيالتني وانا اقرا مع رنيم. لفت شعرها امبارح. انا سرحت يا ماما، انا سرحته. شايفين بقى خصلة يمين وخصلة شمال. الخصلة دي لفت عليها خصلة تانية اهي ما عنديش عارفة افكها كويس. هسرح بقى واوريكم التسريحة بتاعتنا في دي الاخر عشان التوك اللي وريناها لكم امبارح يا اصحاب. ايوه دي التوكة اللي هم وريها لكم امبارح. هيلبسوها بقى النهارده زي ما اتفقنا كده، ويلبسوا طقم المدرسة ويسرحوا. اوريكم التسريحة واوريكم الطقم عليه. ودي التوك اللي احنا وريناها لكم امبارح جميلة قوي. جميلة زيكم يا اصحابي. يلا يا رنيم نروح نسرح ونرجع لها. وده الشكل النهائي القمر للاوتفيت بتاع المدرسة. حسام قام يلبس حور الشو. لف وريهم تسريحة رنيم. عملنا بقى ضفيرة كده وحاجات بس اتنكشت والشوز والدنيا اهي. هتلبس بس الشنطة ونحضر اللانش بوكس وخلاص. وهنا بقى كنت دخلت كده علشان اعمل لانش بوكسات. ورنين طبعا اللي كانت بتصورني اكتشفت ان الفرن بتاعتنا اللي احنا جبناها امبارح بايته، لان انا ما شفتهاش. حسام اللي قال لي انا هدخل الفرن بس اجيب الحاجه منها واجي. فوقفت استني ببص لقيت الفرن بايته الصبح، وكانت متعصبه ومضايقاني قوي. حتى لو تلاحظوا كانت بتتفتح بصعوبه كده. وعايزه اقول لكم ان احنا صاحيين من بدري، احنا صاحيين الساعه 6 والمفروض ان الكابتن اللي هيجي ياخدهم الساعه 7:30. اتفاجئت ان الساعه 7:15 وانا بعمل اللانش بوكس اصلا. اللي هو كنت بجري حوالين نفسي. فحسام قام علشان خاطر يلبس حور الشوز. رنيم كانت لبست الشوز برضو مع نفسها وكل حاجه، وكنت سرحت لهم. مش عارفه ايه اللي اخد مننا وقت او تهنا في ايه، بس كنت مستعجله على الاخر. ممكن تشوفوني انا بعمل بالراحه، بس عايزه اقول لكم انا كنت متوتره بطريقه مش طبيعيه. بس الحمد لله. كل سنه وانتم طيبين وينعاد علينا وعليكم الايام الجميله ديت بالخير يا رب. لان بصراحه ايام المدرسه دي في اول اسبوع بالذات بيبقى مرهق جدا جدا جدا. لا وكمان كنت عامله حسابي ان انا هنزل اخد تاكسي واروح ورا الولاد المدرسه، علشان خاطر لازم اول يوم ده ابقى معاهم، لان حور صاحيه من الساعه 5 من ساعه ما عرفت ان انا مش هروح معاها المدرسه. زعلانه جدا ومتاثره. هي ماشيه عينيها دمعت وقعدت تقول لي ماما ابقي تعالي لي يا ماما، ما تسيبنيش يا ماما. قلت لها طيب تمام ماشي. وده بقى كان شكل اللانش بوكس بتاعنا بعد ما خلصت. عملتهم سندوتشات نوتيلا ورومي ومربى على قشطه، وقطعت لهم تفاح كده، ان انا عارفه ان هم مش هياكلوا اكتر من كده. وحطيت لهم الكوكيز في ورق الكب كيك ده علشان ما يتبهدلش. دخلت بقى مليت الفلاسك، وده كان الشكل العام بقى لللانش بوكس والفلاسك بتاعته. وباي يا حور. باي باي يا اصحابي. كل سنه وانتم طيبين. كل بمناسبة العام الدراسي الجديد. ايوه.
وهنا بقى كنا وصلنا لمرحلة خلاص ان هما ياخدوا البوكيت ماني بتاعهم ويروحوا بقى المدرسة على طول. اديت لحور بقى 10 كده، واديت لها كمان 10 علشان خاطر هترسم على وشها في المدرسة. قلت لرنيم هديكي كمان 10، بس انا اتلخبطت. وهنا بقى كانت العربية جات لهم وخلاص هيمشوا علشان يروحوا المدرسة. ساعتها بصراحة قلبي كان واجعني قوي ان انا مش رايحة معاهم، واحساس الامومه كان مسيطر قوي ما بين اروح معاهم ولا اسيبهم يعتمدوا على نفسهم. يا جماعه ما كنتش عارفه ومحتار، بس في الاخر دخلت بس قعدت جنب حسام كده. قلت له حسام، قال لي نعم. قلت له الولاد صعبانين عليا ان هم رايحين لوحدهم اول يوم وانا ما رحت. قال لي يعني انت عايزه ايه بالظبط؟ قلت له عايزه اروح للعيال. قال لي يلا انزلي روحي. قلت له بس هم مش هيدخلوني. قال لي خلاص اقعدي. قلت له لا برضه هروح. صورت لكم بقى الشكل بتاع السما، كان شكلها تحفه 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 بطريقه مش طبيعيه، سبحان الله جميله جدا. لقيت الجو حلو بقى وقررت ان انا انزل، فكلمت ماما زميلها ونزلنا سوا. دلوقتي بقى هنحاول نروح المدرسة عشان نشوف لو هندخل لرنيم وحور واطمن ان هم راحوا الخلاص بتاعهم. يلا بينا. رجعت بقى من المدرسة، هدخل اعمل الاكل، واستنوا بقى اما تشوفوا الولاد رجعوا من المدرسة عملوا ايه وايه رأيهم في المدرسة واليوم الدراسي، وهيبقى بس كده. حور هانم جت من الحضانة. ايه العسل ده، ايه الحلويات ده. كانوا رسمين لها رسمة الصبح والوقت عاملين رسمة تانية خالص وحاجات تانية، صح؟ صح. عملت ايه؟ ايه؟ مزعقت عشان بنرميها. مزعقت عشان ايه؟ بنرمي على الأرض. بترمي على الارض الورق، المفروض ترموه في الباسكت. وعشان مسكتين. يا لهوي كل ده. خد يا ماما. ماشي يا حور، كان يوم حلو. انا كنت عايزه انام في الفصل. كنت مبسوطة يا حور؟ كنت مبسوطة النهارده؟ هتروح تاني بكره يا حور؟ هتروحوا بكره تاني؟ لا كفايه كده كفايه كده يا حور، كفايه عليهم كده يا حور. لا خلاص بقى. دي هي مرة اللي رحتها بس واحدة. مرة راحتها خلاص كفاية على كده. ازاي يعني؟ ما نشوف رنين بقى اما تيجي. مش عارفة ليه ما جيتش معايا. الدنيا اتغرقت مية من الشتا زي ما انتوا شايفين كده. شتا فجأة في أقل من 15 ثانية. الدنيا بتمطر في عز الصيف ورنيم لسه ما جتش. شوف بقى اما تيجي. كويس ان احنا عملنا محشي عشان المطر. وده الغدا بتاع اول يوم مدرسة. عملت لهم محشي وفراخ ورز عشان في عندنا ناس ما بتاكلش المحشي الورق العنب. وبس كده يكون الفيديو بتاعنا خلص النهارده. يا رب يكون عجبكم. متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه لو مش عاملين. وسلام.